السلام عليكم حبايبي، وياكم المطبخ البغدادي مع أم ياسمين. أكلتنا لهذا اليوم اسمها الكوكو، ويلا بينا بالمكونات. هنا أنا استخدمت 4 باقات من الكراث مغسولين، واستخدمت أيضا 3 ملاعق من الطحين مع ملعقة صغيرة من الملح و4 بيضات. ويلا بينا بالطريقة. هنا أنا البيض خلطته وراح أضيف له ملعقة صغيرة مال الملح، وراح أخلط بيهم، وراح أضيف أيضا الطحين، وراح أخلط بيهم لحد ما يتجانس عندي الخليط. هسه أنا هنا هذا الكراث قطعته بشكل ناعم، راح أضيف عليه البيض والطحين والملح، وراح أخلط بيهم لحد ما يتجانس عندي الخليط ويصير القوام مالته لا هو ثخين ولا خفيف. هذا شكل الخليط شلون صار، لا هو ثخين ولا خفيف. وهسه خليت طاوة على النار، ضفت ملعقة من زيت الزيتون مع قطعة صغيرة من الزبد، وراح أخلي الخليط على الطاوة. خليت الخليط على الطاوة وفرشته بالخاشوقة بالتساوي، وخليته على نار جدا هادئة. هسه اني قلبته على الوجه الثاني حتى يستوي عند الوجه الثاني. وهذا شكله النهائي، شوفوا شلون مستوي من جوا ومن فوق. طبعا شكله روعة وطعمه جدا لذيذ ومفيد ومغذي، ينفع وجبة فطور ووجبة عشاء. وعليكم بألف عافية. باي باي.